السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل طحينة. السمسم بتاعنا اهو ابيض، ربع كيلو. نقيناه كويس ونضفناه وحمصناه شوية على النار، بس ما تدلوش لون، يعني يا دوبك تشوحيه شوية اهو. تمام كده. ولقيت عندي شوية سوداني هحطهم، وبرضك شوحتهم شوية على النار اهو. وعندي سكر وعندي ملح وزيت ودقيق. الدقيق ده هعاير بيه بالكوبايه دلوقتي، بس انا حمصتهم بردك على النار اهو. الدقيق بتاعنا اهو عملته شويه بردك على النار. تمام كده. معانا الخلاط اللي هي هطحن فيها السمسم اهو. تمام. هنعبي اللي هي المطحنه سمسم عشان نطحنه. تمام كده. واعمل لكم احلى طحينه، احسن من اللي بره بكتير وانضف. تمام كده. حطيت سمسم اهو، نقفل الخلاط. تمام. بس انا مش هولع الخلاط قدامكم عشان ما ازعجش حد. هطحن الكميه كلها دوت ربع كيلو، ودول شويه سوداني صغيرين اهو، حبه صغيرين يعني. هروح اطحنهم وارجع لكم. كده خلاص طحنا الطحينه اهي. طحنا السمسم مع شويه السوداني اهو. طحنتهم في الكبه بتاعت اللي هي المطحنه اهو. طحنتهم ونعمتهم كويس. وعندنا هنا الزيت. احط الزيت في الخلاط، هطحنه الاول وبعدين احط عليه الخليط اللي هو السمسم وبعدين الدقيق. وهقول لكم دلوقتي على مقدار الدقيق. بسم الله. هنحط مقدار الزيت اهو. كوب زيت اهو. بسم الله. نحط كوب تاني. بسم الله. كده حطينا كوبين. تمام كده اهو. هروح نضربهم دلوقتي في الخلاط وبعدين احط السمسم عليه وبعدين الدقيق. طحنت الزيت بتاعي اهو كوبايتين. احط بقى السمسم اللي انا طحنته. بسم الله. ونطحن الحاجات دي كلها مع بعض مع الدقيق. لسه هحط الدقيق. تمام كده. وعندنا هنا نص معلقة سكر اهي. نص معلقة سكر ونص معلقة ملح. نص معلقة صغيرة اهي. نص معلقة سكر ونص معلقة ملح. تمام كده. وهنعاير بقى الدقيق بتاعنا. بسم الله. نعاير في نفس الكوباية اللي انا حطيت بيها الزيت
الزيت ده عملناه شويه على النار، ما تنسوش تعملوه شويه على النار هو والسمسم والسوداني، لو في سوداني يعني، لو مفيش خلاص يبقى تستكفي بالسمسم بس. اهي معلقه كوبايه دقيق اهي. هروح اطحنهم في الخلاط وارجع لكم. لو عوزنا دقيق تاني او زيت هنحط، وهقول لكم المقدار ايه. الطحينه اهي عملتها في الخلاط، هي خدت كوبايه ونص دقيق، مش كوبايه، انا حطيت نص كوبايه تاني اهو، وكوبايتين الزيت اهي. بصوا الطحينه عامله ازاي، جميله جدا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. نفضيها بقى في البرطمانات. بصوا عامله ازاي، بسم الله اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. انا جبت برطمانين معايا، قلت ايه ربما تعوز برطمان تاني اهي. اهي جميله جدا والله العظيم اهي. فاضوا حبه همت هفضيهم في البرطمان ده. حبه صغيرين يعني اللي فاضوا اهي، وانضف من بره بكتير اهي. حلوه جدا، اعمليها في البيت احسن من بره بكتير وانضف. ما تنسينيش في اللايك والاشتراك وتدوس على الكل عشان يجيلكوا كل جديد من ام نور. سلام. السلام عليكم ورحمه الله.